بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب أولى ثانوي، نهوت مسألة بيقول لي إيه؟ إذا كان جذر المعادلة س تربيع ناقص 3 س زائد 2 زائد 1 على م تساوي صفر، فأوجد قيمة الميم. دولك متساويان، المتساويان يبقى نقولوا إيه بقى؟ لما يقول الجذران متساويان بمعنى إن الب تربيع ناقص 4 ألف ج بيساوي صفر. طيب نبدأ نعين الألف والب والجي. طب الألف في المسألة ديت بتساوي كام؟ 1. طب والب سالب 3 والجي عبارة عن 2 زائد الواحد على م. طيب نقوله ب تربيع ناقص 4 ألف ج بتساوي صفر. يلا نربع 9 ناقص الأربعة في ألف، الأربعة في واحد بأربعة، يبقى افتح قوس 2 زائد الواحد على م بتساوي صفر. يبقى 9 ناقص 8 ناقص 4 على م بتساوي صفر. طيب في الحالة ديت يا ولادي 9 ناقص 8 يديني كام؟ يديني 1 بتساوي ودي الأربعة على م الطرف الثاني يبقى 4 على م. يبقى هنضرب طرفين في وسطين يبقى الميم بتساوي 4. طب خلصنا بين المسألة دي، هنيجي على المسألة الثانية. بقول لي ايه؟ اوجد قيمة كاف التي تجعل س تربيع زائد 3 س زائد كاف تساوي صفر ضعف الآخر. طب لما يقول لي جذران، يلا كده نشوف الحل. جذران أحدهما ضعف الآخر، يبقى الأولاني لام والتاني 2 لام. طب مجموع الجذرين يبقى لام زائد الاتنين لام بتساوي سالب 3. تمام، يبقى لام زائد الاتنين لام يبقى 3 لام بتساوي سالب 3. تمام، يبقى نقسم على التلاتة في الطرفين، يبقى اللام يا ولادي بتساوي سالب 1. يبقى قيمة اللام بتساوي كام؟ سالب 1. طيب الكاف تساوي ايه؟ تساوي حاصل ضرب الجذرين، يعني الجذرين هيبقى سالب 1 وسالب 2، يبقى سالب 1 وسالب 2، يبقى الكاف تساوي سالب 1 في سالب 2، يبقى بتساوي 2، يبقى بتساوي 2. شكرا، وما تنسوش الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.